مخفيه، هي جرائم وهي مخفيه. نعاود لكم الحياه ديال واحد الولد، وشوف شحال من جريمه غيتعرض لها، شوف شحال من جريمه في هذه القصه هذه، شحال من جريمه كاينه نحقوا نحسبوا انا وياكم وحده بوحده، الجريمه الاولى، الجريمه الثانيه، الثالثه، الرابعه، حنا غادي شوف شحال من جريمه غتوقع في حياه واحد الدري صغير، في حياته واش غيوقع. واحد الراجل في الجهه الاطلس، بلا ما نحدوا المكان، في الاطلس وبزاف الاماكن في المغرب، سيرتو في البوادي وفي القرى، كانوا قديما ماشي قديما يلا 20 عام ولا اقل، كانوا عندهم الدنيا هانيه. الزواج قصيرات، الزواج ديال القصيرات كانت عاديه، تزوج قصيره كانت عاديه، ويديها لدارو وبغيت تلقاها تمشي في حالتها عاديه، يتزوج الثانيه عاديه، يتزوج الثالثه عاديه. الان باقي زواج قصيرات، ولكن اقل حده، ولا نقصد تيدخل في الامر، ولا كانت ما تيبغيوش يصاوبوه ليه، ولا تيتابعوهم، ولا كذا. الامور غدا ما هو احسن. اي كاين هناك حرب اليوم في المغرب الحمد لله من الناحيه القضائيه ضد زواج قصيرات. واحد السيد عنده واحد المراه مزوج بها، مراه عاديه كبيره فقدها ماشي قصيره، مزوج بها وهو شاب، تزوج بها ما ولدتش معاه. ما ولدتش معاه لان المراه في ذوك المناطق ولا في باقيين في البوادي وفي الدواشر، المراه متى تولدش مسكيناتي صافي مستقبلها ضاع، كلشي مشى ليها، كلشي مشى. انها تما ما كاين لا غندير لها تحاليل، ولا غادي نشوفوا شكون اللي هو ما تولدش هي ولا هي ولا هو، او ان عندها غير شي مرض اللي يجعلها ما تولد شيء ولا كذا، ما كاينش داكشي. ما تولديش عاقره والصلاه على النبي. صافي المراه مسكينه تبقى تشوف الطلاق، تشوف المستقبل مشى، ما عندها فين تعطي الراس، تبقى ديك القريه مطلقه هي والو. هذيك المراه اللي عاقره قالت له ودي اللي تيديروه الناس ديروا، ولكن خليني معك، ما عندك فين ترميني، كاين الفقر، كاين كذا، انت ما عندك فين ترميني، عندي فين نمشي. قال لها جلسي هنايا. وبزاف تما اللي مزوجين عيالات ما والدينش، يمكن تيجيبوا مرا اخرى تدخلها تما العاقله، تبقى ساكته تشقى وطيب وكذا 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 وكذا، وتولي عندها دور ثانوي، ومرته الجديده تولي عندها دور الاولي. هذا مرته ما تتولد شيء، مشى تزوج واحد القاصره بنت صغيره، تزوج واحد بنت قاصره. الراجل واقف، الراجل عنده واحد 35 عام، مزوج واحد القاصره مسكينه، قاصره كما تيعاودوا الناس ضعيفه، جابها تزوج بها، حملات. هذيك البنيه اللي تزوج حملات ولدات وليد وماتت، خلات وليد. تزوج هو واحده اخرى، دوز واحد العام جاب واحده اخرى، ما بقاش تيقرب للقاصرات، جاب وحده شويه عندها 18 عام تزوج بها. هذاك الدرس بقى معاهم تما، هو الفلاحه والتجاره وتمشي هنا وهنا وهنا. جوج عيالات عنده في الدار. هذاك الوليد ولد ديك اللي ماتت بقات مكلفه به، ديك المراه اللي عاقله مكلفه به. هذيك اللي جات جديده، جات مراه كما قال الابن، مراه مسيطره اي شدات الامور بيديها، عجبت راجلها وعطاها حريه دير اللي بغات في الدار، كانت هي الحاكمه، وديك العاقله عليها السكوت، والدري الصغير تما مسكين عايش تحتها معها. هذاك الدري دار 6 سنين في عمره، 6 سنين. هذيك ولدات الولد، البنت الاولى ولدات بنت، وولدات البنت الثانيه. هو هي ما عجبهاش حال لما ولدت البنت الثانيه، بقات تهضروا على الاولاد، ما الاولاد، الراجل تيقول لها ها هو الولد عندك، تقول لي لا هذاك ولد ديال مو ماشي ولدي انا، وتقول لك ولدي جبنيات، ها الولد ديالنا ها هو تيكبر، ها هو 6 سنين عنده، راه هو لك محسوب. تقول لي ما ولديش اسيدي، لا انا مازال نولد، تيجيني الولد. وزادت ولدات. الفرق ما بين البنت الثانيه والثالثه عام، وزادت ولدت بنت. هنا السيده بحال تقصت في عقلها، قالت لي شتي انت اش غدير، هذا ولد هذا خصك ديه يمشي في حالته. قالت لها قال لها فين غنديه الخيريه، اش تخلي عندي هنايا، انا الله مكلفه بهذه وبهذه. قال لي ها هي الاخرى هذيك راه مكلفه به. قالت لي ما تكلف به الدري يخرج منها صافي. الدري يمشي للخيريه، عنده خالته يدي عند خالته. ما بقاتش حامله الدري، لانه كانت تتحلم يكون عندها ولد من بعد 2 بنات، ما كانش عندها الولد ولا تتكره الولاد. هذيك مرضت بهذا المرض هذا. انا ما عرفتش هذا المرض هذا من الناحيه الطبيه عنده اطباء نفسانيين شي يسميوه، الا المراه مثلا ما ولدتش الاولاد، ولدت غير البنات وتولي تكره الولاد، ولا المراه كانت تولد غير الولاد وما جاتش لها بنت تولي تكره البنات،
او مرا ما تزوجش تولي تكره الزواج وتكره حتى الرجال. هذا نوع من الامراض، ولكن انا عارف بان هذا نوع من الامراض، ولكن غادي نعرف سميتو لما نتصل بعض الدكاتره يهضروا معايا في هذا الشيء، لان كاين في علم النفس. هاد السيده كرهت الولد، هذاك السيد اش دار؟ شد الوليد ومشى دار واحد التدخل عند القايد وعند الباشا وداك الشيء، وانا راه تيبقى بوحدو والمراه عندي انا دايره وتيداز مع البنات وانا كذا، بغيت ندخلوا الخيريه، ساعدته السلطه، دا الخيريه، دا دري عنده 6 سنين الخيريه. هادشي فاس، قضيه فاس، جابوا من البلاد ودخلوا الخيريه فاس، من البلاد ودخلوا الخيريه فاس. وتخيل دابا معايا واحد القضيه، دري صغير مسكين عنده 6 سنين. انا كنت نفكر في هذا الموضوع هذا، وكنت نفكر في هذه القصه، وكنت نشوف كيفاش غنعالجها من جهته، وبديت نفكر تابع لي هذاك الدري صغير بحال شي خروف في نهار العيد الكبير، شي خروف مسكين بوحدو. تخيل الدري جالس في البيرو والمدير الخيريه وباه تيهضروا عليه، دري صغير عنده 6 سنين. كي تيدير مسكين داك الدري ما عرف شنو غيوقع ليه، تيدير فداه، ما عرف شنو هي الخيريه، ما عرف شنو جابوا الخيريه، واش غيبقى ديما ولا لا. داك الدري تيدير فداه هكا وتيدير فداه هكا، والدري كلهم يديروا هكا اللي عندهم 6 سنين ويخليهم بون في الخيريه، كل مساكن غيبقى غيشوف بعينيه. توصل واحد الوقت وتيقول ليه يلاه وليدي انت غتبقى هنا وسير مع هذا الراجل. تيشوف باه غادي في حاله وتيشوف الاخر شدو من يدو اجي ولدي معايا، تيبقى مسكين غادي في كل ور وتيدور، تيقول واش با غادي شي جهه ولا غيرجع، واش جينا هنا اش غنديروا. والله الا تخيل داك المنظر جاني بكا، اقسم بالله تخيلته غير تخيلته وبقى فيا داك المنظر. دوك الدري مساكن غادي في حالته، دري صغار، ماشي غير هذا الدري هذا، هذا من الابناء اللي داو من الخيريه مساكن هما صغار، داو من الخيريه صغار. كاين اللي مسكين ما لقاو كيديروا ليه وداوه، وكاين اللي باه عائلته مسخيت الوالدين بحال هذا ما قادش يتحمل داك الوليد وداه، اذا شدوا المدير ودخلوا تما. من القصص ديال داك الولد، هذا الولد اللي وقع له هذا الشيء تيقول هذا الشيء هذا شدني ما عرفتو في غديبيه، داوه تيعطيو فريس، تيعطيو كاشه، تيعطيو كليتي تاكل هو مسكين عقلو فينا هو وراه دايخ، وراك بحالو بحال داك الخروف، داك الحولي اللي جبناه للدار من السوق ودخلناه تيشوف، تبدل عليه الكوري، تبدل عليه الناس، تيشوف هادو تيشدو في ظهرو، هادو تيقول مسكين باه تيغوت، ما هو ما فاهم والو، ولكن الاخرين كلشي فرحانين اللي جابوه. بحال الدري داو حطوه مع الدراري، دخلوه عطاو فريش، عطاو داكشي. واحد النهار شتا انا واحد الوليد صغير باه ميت ومات تمو، دري صغير مات تمو، ورباتو واحد السيده تعرفها انايا الله يرحمها مسكينه، ربات داك الدري وراه كبير دابا الحمد لله. وما هو الجميل تلاقيت انا وياه في الامارات، هذاك الوليد تنعرفو، تعرف عائلته، با اللي مات تعرف كذا كذا، وتلاقيتو عند ديك المراه اللي رباتو واحد المراه كانوا عندها 2 بنات وربات داك الوليد صغير. وواحد النهار نمشي نشوفها، قلت لها لاباس بخير، هو يدخل هو صغير رباتو صغير بزاف، وشتو دخل كان تيلعب قدام الباب ودخل وقالت لي صافي يلا خصك تجيك ودوز نعس. مشى مسكين خصك تجي تاكل شي حاجه، قال لها كليت، قالت لي يلا نعس يلا سير ليه، قالت لي راه بلاصتو في ناس، قلت لها هذا هو الوليد، قالت لي هو هذا صغير مسكين عنده 5 سنين. وشتو تيجبد داك الغطاء وتيتغطى بوحدو، عاود ما تكون شي مو تتغطى وتغدي، مسكين تيصوب الغطاء وتيدير وتيصوب له السيده، وانا جالس معاها، هو غير نفس ذاك البيت اللي حنا جالسين فيه، وتنشوف فيه قلبي تيتقطع على اب لا ام. جاب الله ديك المراه جمعاتو ورباتو خلاتو عندها، ولكن علماتو كيفاش يتصرف بوحدو، كيفاش يتصرف في عمره مسكين 5 سنين ولا 4 سنين صغير، تيصوب السيده ديالو وتيجبد هذا وتيجبد. هذا الشيء اللي وقع لهذا الولد هذا لما داوه الخيريه وخلاه باه تما ومشى في حالته. الدري بقى في الخيريه، ما تيجي عنده تحت، ما تيجي عنده لا باه لا حتى شي حد. عنده خالته اخت مو المرحومه اللي الله يرحمها. مشات هاد المراه، هو مسكين من الذكريات ديالو من هادشي اللي تيعاود، هو مشات عند باه لان حتى كبر عاد عرف هادشي كامل، من هادشي اللي وقع مع خالته وداكشي. مشات عند باه قالت ليه الدري فينا هو، قال لها اش بغيتيه؟ قالت له وريني ولد اختي فينا هو، واش قتلته واش كذا؟ قال لها ايه قتلناه، يلاه عطينا جبل ساعه. بقات مسكينه تترغبو وتطلبوا، ناض هجم عليها وعنفها وعطيني شي، مابقاش تقلبني هنا، باش بقيت تجي عندي وترفع على بعدي مني، ولدي هذاك ولدي فيما بغيت كذا. المراه مسكينه شكات مشات عند الدار، قالت لي مودي انا داك الدريري راه غبر، بغيت نعرفوها فينا هو، غير بغيت نهضر غير مع مراته، ما خلانيش نهضر معاهم. هنا دخلوا للدار وجاو عنده وقال لهم راه ديتو الخيريه في فاس. مشات المراه خالته تتقلب عليه في الخيريه، تتقلب هنا لهنا، لقاتو كما تيقول بكات معاه، تيقول لي خالتي نمشي معاك، خالتي نمشي معاك. المراه مسكينه ما عندهاش
والله مسكينه تتبيع غير الربيع في الزنقه وداك الشيء، ما عندها شيء، ما عندها كيدير ليه. قالت له ولدي ما عندي كي ندير لك، انا ديما غنجي نشوفك وديما نجيب لك وديما كذا ونجيب لك حلوه ونجيب لك هذه. ولات خالته تتزورو، ولات خالته تتزورو وتجي تشوفو. الحمد لله اللي كاين هاد خالته، ولات تتزورو وتجي تشوفو ديما. وكان كما قال هو انا كنت ديما تنترجى نشوفها، ولكن باه لا، عمر باه ما جا عنده. وقرا داك الدري ديك الخيريه، وكانت الخيريه خيريه وقت اللي كانوا الخيريات خيريه في مدينه فاس. هاد الخيريات اللي غندير فيهم واحد الخرجه اللي ما بقاو شيء. هاد الخيريات اللي ولا الدريه تما تيقراو ولا وصل 18 الله يعاونهم تيخرج في حالته. هاد الخيريات اللي كانوا بكري، الخيريه فيها الملعب وفيها المسبح وفيها كذا وفيها الاساتذه تيجيو يديروا الدعم. وكانوا ولاد الخيريه بكري في عهدنا حنا اقسم بالله ما تقرا قدهم، كانوا قارين ولاد الخيريه قارين، لان كانوا اساتذه متقي الله، ماشي هادو اللي دابا تنشوفوا واحد المجموعه ديال الشفاره يديروا من ماكلتهم ويديروا لهم داكشي اللي بغاو وخلينهم ساكن تما. بحال القضيه اللي وقعت في الدار البيضاء، نهار سيدنا دخل واحد الحي ومن بغى يخرج بقى تيقول ادخل سيدي شوف اش كاين في الخيريه، ودخلوا لقى جهنم الكلا، قالوا سخر كراسه مارتين الناموسيات مقعورين الروينه اللي كاين بزاف خيريات في المغرب. ولاو الخيريات اليوم تيديروا خيريات في شي عماره فيها 3 ايطاج ديال كي الحبس، تسموا خيريه لا ملعب لا هادي لا ديك. كنا بكري في القنيطره وكانت واحد الخيريه قريبه للدار ديالنا، خيريه كبيره، وكانوا فيها ولاد الخيريه، وكانوا ولاد الخيريه تيلبسوا كيف وكانوا تيقراو احسن منا وتيلعبوا كره احسن منا. وفي الرياضه لما كانت الاتليتيزم وتمشيو نهار الجمعه التيران باش تلعبوا الاتليتيزم، هذا تيلعب الكورس، هذا تيلعب السوطوتور، هذا ما بقاش هادشي ما بقاش. نهار درنا فاش كان العامل والباشا والقايد مكلفين بالبلاد كانت البلاد غاده. نهار جبنا الجامعات والمنتخبون وكذا والمجلس البلدي وكذا ما بقى عندنا حتى حاجه. هادشي تشوفوا على عينيكم تشوفوه. الكارثه اللي كاينه دابا في الدار البيضاء واللي خدام فيها السي المهيدي الله يطول عمره خدام يحيدها، داروها هاد المجالس البلديه هادو اللي كاينين دابا هما سبب المرض، هما سبب المشكل. ويبقى سيدنا نصر الله ويبقى الحكومه اللي غيعزل هو، ويبقى عندنا الباشا والقايد والعامل يبقاو في المدينه اللي نعرفهم غير هما، ماشي مزيد شي 17 واحد ما عرفنا خلقوا المدينه ما عرفنا وخلقونا ما عرفنا واش تيديروا. المهم هذيك الخيريه، هاد الخيريه قلت لكم في قنيطره كانوا تيجيو ميريكان، كانوا ميريكان في قنيطره بزاف، وكان لاباز ديال الميريكان، وكانوا الميريكان تيجيو بالكيران نهار السبت في العشيه، تيجيو الكيران تيديو ولاد الخيريه وتيديو من لاباز امريكان، وكانوا تما تيلعبوهم وتيلعبوا معاهم واش درنا، وتيجيو في العشيه جايين تيغنيو والله الا تيرميونا هما الحلوى من تنبقاو نجريو حنا ولا الكيران تيرميونا حلوى من شرجم. وكانوا داخل في الليل تسمعوهم تيغنيو الملحون وتيغنيو بعد اغاني علموهم لهم، ماشي ملي كنعلموهم لهم ديالنا كانوا اساتذه تيجيو تما وكان عندهم الالات الموسيقيه وداك الشيء. وكنا تنتمناو نكونوا مع ولاد الخيريه. بعض المرات تبقى جالس في ذاك الوقت تنقول لكم هاك تيتيم، كنت هاك يتيم ويديروا لي معاهم كانوا عايشين احسن منا واحسن منا، ماشي بحال دابا. اليوم كاين فاس واحد الحي سميتو النرجس، في واحد خيريه حي النرجس الفاسي راكم تتعرفوا اشنو واقع فيه دابا. في واحد خيريه كل ساعه غدا لابيجي يجيب 3 4 من الخيريه، كل ساعه لابيجي غادي نجيبو شي واحد مساكن كلها تيقراو، وواحد الشير ديما الصفاره والروينه ورولوا ذاك الحي ولا تاكلسهم ذاك الحي بلاد الخيريه، حتى ولا الناس بغاو يبيعوا ديورهم ولا تما السكنه رخيصه. هذا ولاد الخيريه ماشي كلهم ولكن الاغلبيه مجرمين وروينه وكذا، ولا كان مراقبه لا والو. جاب الله سمعت هذه الايام ديك الخيريه غيحولوها، الا حولوها تنتمنى من الله قال غيحولوها وداروا واحد البلاصه ويوسعوها ويصاوبوها. نتمنى من الله تمشي توسع وتولي خيريه في جهه مزيانه وتولي الافكار تبدل ماشي غير المكان الخيريه. وندير واحد التحيه اليوم للناس ديال خريبكا والعامل ديال خريبكا والمسؤولين على الخيريه ديال خريبكا والمسؤولين على العجزه ديال خريبكا، لان مدينه مشيت ليها اقسم بالله مشيت لها في هذا الاطار باش نشوف الخيريات ونشوف داك الشيء، وحضرت شي اجتماعات تما وشفت بان المدينه الوحيده اللي تنظن انا في المغرب خاصها تكون نموذج ديال البلاصه الناس العجازه بوحدهم وداك الشيء نقي، الخيريه نقيه، الناس اللي تيجي يولدوا وتقول خصكم 3 ايام عاد ترجعوا عندنا تيبيتوا من عندهم، البنات هذوك البنات المتشردات تيديروا معامل تيخدموا حق الله العظيم. هذه المدينه الوحيده. اذا كان شي مدينه اخرى في المغرب انا ما شفتهاش، انا يلاه شفت فاس حين نرجيت فيه الخيريه والمشاكل اللي وقعت تما ومشيت بحثت مشاكل كلا. هذاك الدرب بدا في الخيريه بقى ذاك الوقت، وكما قلنا الوقت كانت الخيريه مزيانه والدري قرا بغى الفرنساويه وبقى تيقرا اون فرونسي وشد واحد المستويات عاليه داك الدري هذاك، ولكن با عمرو ما جا عنده. ولما وصل الباك كان لزاما باش يكون عنده لاكارت ناسيونال،
وكان ديك الساعه واحد البطاقه زرقاء كانت عندنا، البطاقه عاود البطاقه الوطنيه، كان بطاقه تعريف، مكتوب غير بطاقه تعريف، كانت زرقاء، كانت عندي انا والله الا كانت عندي، وما عرفت ما لقيتش الوقت باش نجبدها، شي نهار نبينها لكم، كانت عندي. وهذيك البطاقه احتاجها لانه وصل فات البكالوريا محتاج بها، وانه ما بغاش يدير كنيه باه، ما بغاش يدير كنيه باه، ان باه شنو؟ لان خالته مشات عند باه بعد اولا، سمحوا لي، مشات قال لها خالتي سيري عندك هنا قول لها عطيك عقد ديال، وباه قال لها ما عطيش عقد ديال، شنو بغي ندير عقد ديال؟ قالت لي بغي يصوب لاكارت، قال لها مشي صوب لاكارت راسو، ما بغاش باه، لان مرت باه هي اللي تتحكم في الدار ولا تتحكم، هي اللي تتحكم ولا تحكم فيه، تحكم ديك المراه مسكينه اللي بقات تما، اللي بقات في الدار، ديك العاقله حتى هي مسكينه تاكل كما قال هو، قال كانت القهوه مسكينه كانت تاكل العصا، وقالت لي ما تعطيش، وما عطاش عقد ديال، هو ما دارش حتى هو الكنيه ديالو، دار الكنيه ديال خالته، قالت انا عمري ما نسمع ليه. كان تيقرا وبدا تيفكر غير يمشي لبرا، وكان ديك الساعه المساعدات بزاف تيساعدوا ولاد الخيريه بزاف ديال الحوايج. وهنا تنشكر الاستاذ ديال الملحون وديال الموسيقى الاندلسيه الاستاذ بريول، اللي هو من الناس اللي كان تيمشي للخيريات وتيعلمهم الموسيقى الاندلسيه، وكان تيعلمهم العود وتيعلمهم الكمان وتيعلمهم في واحد الوقت، واللي خرج منهم عدد ديال المغنيين ولاد الخيريه، عدد المغنيين في الملحون في الاندلسي، وساعدوا واحد المساعده كبيره. هذه من المعلومات اللي اختبتها من تما. وكاين ناس اخرين كثار، وكاين ناس يمشاو لخارج امريكا وداك الشيء وجاو ونجحوا، كانوا ايتام كانوا في الخيريه وجاو داروا احتفالات بالمدير ديال الخيريه واحتفلوا معاهم، جاو وداروا بحال حياو ذكرى. الناس اللي تعرفوا برا في امريكا وفرنسا، انا كنت الخيريات والخيريه كذا، وداروا جمعيات بعضياتهم وتيجيو لهنا مره تيزوروا وتيساعدوا. هذاك الولد كان تيبغي يمشي، بغى يفكر يمشي لبرا، وكانت مساعده وكان عنده كيفاش يدير. وتعرف مع واحد البنت، هذيك البنت هي كانت تقرا معاه وتا هي نجحت كيما نجح، وتعرف معاه وقال لها، هو مسكين تيقول الحقيقه، قال لها شوفي انا بغيت نتزوج بك، وانا راه بديت غادي نبدا نصوم مستقبلي، ولكن بغيتك تكوني سند بجنبي ونكون بجنبك. انا تعرفي ما عندي لا امي لا با، عندي خالتي ديك المراه كبيره مسكينه اللي تجي مره اللي كانت تجي تقريبا كل اسبوع، ولا تجي كل شهر، ولا تجي كل 3 شهور 4 شهور تجي عندي، واللي تمشي عندها تيكون عندي باش نمشي عندها. دابا انا بغيت نتزوج بك وبغيتك تكوني مراتي وتسانديني ونساندك ونزيدو قدام القرايه وغيكون خير. ولكن ما قالش ليها انا غادي نمشي لفرنسا، زعما بغا يخليها مفاجاه. قالت لي واخا. قال لها اذن انا خصني تهضري مع داركم ونجي انا نخطبك ونشوفوا مستقبلنا انا وياك نزيدو قدام. مشات قالت لدارهم. هنا كما تيقول لقى واحد المعارضه من امها ومن اختها، وبوها كان راجل قالت مسكين والو مراتي ما دخلش في داك الشيء كاع، فاقد الشخصيه، لانه جات عنده قالت لي راه امي ما بغاتش وكذا وهذا، وقالت لي هذا ما عنده خص والديه يجي وعندنا الجيران وهذا وهذا. قال لي انا نهضر معاهم، انا نمشي نهضر معاهم. قالت لي واخا. تيقول مشى عند امها ودخلاتو، وكان باها وكان اختها. قالت له وليدي عندك والديك؟ قال لها ما عنديش والديه، انا امي ميته. وباك؟ قال لها ما عنديش با، ما عندي لا امي لا با، ما عندي عائله انايا، انا عندي غير واحد خالتي. ما بقاش تيحسوا بك با كاع واش كاين داك الشيء دار فيه. قال عندي غير خالتي ومراه كبيره. قالت لي وليدي وحنا اش غنقولوا للناس؟ هو قالها لي بطريقته، ولكن نقولها لكم بطريقه بهذا النوع ديال العيالات. وحنا اش غنقولوا للناس؟ من غيجيو الناس يقول لك هذا جا خطب البنت من عنده امه ما عنده با ما عنده حتى حد، نديرو التحشيمه؟ لا سيدي حنا ما نتحاشموش. وقال لك حتى تقول ليه واخويا نقول لك الصراحه انت لا اب لا ام لا حتى شي حاجه، ما يمكنش اخويا. واش حنا غنعطيو اختي لواحد ما عنده لا ام لا اب، ما عندوش عائله؟ خصها امها تكون عندك العائله. وحنا الجيران غيجيو يشوفوا يجيو يسمعوا اش غنقولوا ما عندوش العائله. خص العائله وخص القانون ديالها والعدس ديالها والقوام ديالو باش نكونوا خويا مفاهمين. الا كنتي غتزوج بها تكون الدار ديالك بقات تشرطي واحد الشروط اللي باقي هو تيقول 10 سنين غادي يوجدهم، ولا 7 سنين ولا 8 سنين. قال لك هذاك با بقى ما هضر، يلاه قال لي كلمه واحده، قال لي والذبيحه كبيره. الشريف والله يعطيك الدرب شي حاجه تكون الذبيحه كبيره، ما الذبيحه كبيره غادي سيدي علي بن حمدوش، الذبيحه كبيره. عرف بان دوك الناس ما صالحينش. خرج في حالته وتلاقى مع هذيك البنت من جديد، وتلاقى معها وهنا بغيت نقول لكم واحد بحال هاد العسال، واحد خرج على هاد العيالات هادو. واحد السيد دار واحد العرس، خطب واحد البنت تزوج بها، موظفه كانت ممرضه، وتزوج بها داك الدري. داك الدري مخلق ولد الناس، ولكن مصيبته ان ديك العائله
فيها 3 بنات، ديك اللي تزوج بها وجوج بنات، وحده فيهم مطلقه ووحده ما مزوجاش، وهذيك اللي ما مزوجاش تعرف انا دايره كي الراجل هذيك عمرها ما تزوجات. جا ولد داك الولد، وهذاك الولد كانت عنده غامو، مشى جاب مو من وجده، هي اللي حضرت العرس داكشي، اللي حضرت معاهم ديك الخطوبه وداكشي، هما يبداو عليه شنو خاص القوانين ديال العرس، خاص كذا وخاص كذا وخاص طاطا وخاص طاطا، وبقى تيسارجيو عليه، والدري مسكين كان تيقول ايه. الدري كانت عنده شي 15 مليون جامعه في حياته، هو موظف جامعه، ماشي يدير عريس ويدير فطريس ويدير فين يسكن، وبقاو لي ارا نعطيو الغياط، ارا نعطيو الفلان، ما جا كذا، هما اللي دقاو ما جاو، جيب الحول يجيب الدجاج، بقاو تيشارجيو عليه حتى لقى راسو قبل العرس بواحد 10 ايام ضيع تقريبا واحد 11 مليون، اي معاهم 11 مليون هما خدامين عليه. في ليله العرس ولابس وكس العرس، وتجي ما عنده وتقول لي جبت واحد 5000 درهم، جبت 5000 درهم نعطيوها الناس بعدا راه غيمشيو، جبت هذه، تيقول لها واش هاد المصيبه هذه، راه 5000 درهم، راه 3000 درهم، راه 2000 درهم، ما بقاش عندي. سمعت امها قالت لي كيفاش ما بقاش عندك، انت تبغي تزوجوا بنات الناس فابور؟ قال لي واش انا داخل في 10 مليون دابا، هاد عباد الله ما تعرفني حتى واحد هنايا، يلاه امي اللي كاينه، امي بوحدها، وقلت لكم خلينا نديروا غير شي عريس صغير ونجتمعوا نتوكلوا على الله ونمشيو نسكنوا انا والبنت، انتم خسرتوا كل شيء، فين غنسكنوا دابا فين؟ عاد زيداني عندي بقى 4 دراري، عندي بوتي الداريه، قلت له الله يرحم باك، الا كنتي باغا تخدم خدمه حنا ما خصنا كاع نوقفوا دابا. قال له والله تنوقفوا دابا، وتيصحابو تيمزح، خرج يا امي بحال، خرج يا امي بحال، صافي ما تقلقيش، ناض غفلهم هز باليستو مشى في حالته، وصلت هو نوض غواتو العريس ما العريس، وهز مو هز طوبيلتو هز باليستو زاد في حالته، خلى العروسه لابسه داك الشيء هذا. من بحثنا وشفنا قلنا مزيان، سرهم نيت، سرهم ديك العيالات، سرهم هذا النوع ديال العيالات، سرهم. هذاك السيد ما تزوجش ديك البنت، والبنت تبغيه، بقاو تيتلاقاو هنا تيتلاقاو، تقول لي غير بقى معايا واخا بلا كاغيط، الدري تيقول لي لا ما يمكنش نديرو شي مصيبه ولا نديرو شي فضيحه. حتى واحد النهار قال لها شوفي انا غنمشي لفرنسا، انا غادي لفرنسا، هي كان صعب عليها تمشي معاه، ولا غنمشي لفرنسا، الله يجيبك شي ولد الناس اللي قابلك وكذا 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 وكذا. تيقول بانه كان نهار كحل، بكات ديك البنت من قلبها، وبكات لانه شكون سببها؟ امها، ومازال بحال دوك الامهات عندنا في الغريب موجودين، دوك الامهات موجودين، ما تيهماش العريس، ما تيهماش مستقبل ولدها بنتها، ما تيهمها فين غتسكن، لا كان خصهم غير الطبنديخ والعرس والقاعه مقده وقده ديال الفلوس وهذا ولا باندا وزوها باش يعاودوا عليها، هي ما عندها والو وتطب كل شيء في ديك الليله، كاين اللي في عرس طبوا مستقبلهم كامل في عرس باش يبانوا. مشى في حالته لفرنسا، مشى كمل قرايته تما، بقى تيقرا تما، وتزوج نصرانيه، تزوج فرنسيه، تزوج مراه فرنسيه، لقاها تما تتقرا معاه وتفاهم معاها، وكانت من عائله كبيره في فرنسا، لانه كان واحد الولد راه خصكم تشوفوه، واحد الدري جميل بحال والله الا بحال شي ممثل، وتزوج هذيك الفرنسيه، ولد معاها وليد وبنيه، وكان ديما تيعاود ليها على باه، تعاود على كل شيء، وديما تتصل بخالته. واحد النهار وخدم وتوظف وترسل لخالته وتيعاونها وتيسلم عليها، وتقول ليه بخالته. واحد النهار قالت له ودي باك راه مريض بزاف، قال لها دبر راسو، وكان تيغوت مع خاطو في التليفون تيقول لها ماشي شغلي فيه، دبر راسو. هذيك مرتو سمعته، ديك النصرانيه، قالت لي شنو مالك؟ قال لها هاد خالتي تبقى تجبد لي بعض المشاكل، قالت لي مون بيغ لي مرض ولا نمشي شغل، قالت لي لا باك خصنا نمشيو عنده، الا كان مريض خصنا نشوفوه، وتمشي عند باك وكذا 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 وكذا، وبقات لاصقه، وباك خصو يشوف هاد الوليدات، وباك خصو كذا كذا، وتسامع مع باك، وباه ما دار فيه، وركب وجا للمغرب، ومشى عند خالته وداتو عند باه، وباه من دخلت خالته هو في سيارته، قالت لي راه ولدك ساق هو مرات ولادو، قال لها ما نشوفوش، ولكن لما جاو شي ناس تما ديال الدوار وداكشي، قال لهم ماشي ما بغيتش نشوفو لانه ما تنبغيش، ولكن قال لهم ما عنديش الوجه اللي نشوف فيه. القبال مراتو هذيك الولدات ولدات لي 5 البنات كما قلت لكم، ولدات هذيك 5 البنات، ولقى دوك 5 البنات راه جالسين في الدار، لا قرايه لا والو، شي وحده فيهم اللي خدامه عند شي واحد تتبيع شي بيسي داك تتبيع في شي حانوت، ولقاهم جالسين. لقى ديك المراه الكبيره مسكينه اللي تما وقعدها مابقاش تنوض، ولقى ديك خيتي باقا معاه، وباهم قال لي ما قديش نشوف فيه على اللي درت في ولدي، على اللي درت فيه، على اللي درت في ولدي، اي ندم
ما قدش يشوف فيه. وناض ولده جاو عنقوه، جاو الناس وعنقوه وتيقول له با الله يسامح الله يسامح، ماشي بخاطرك الله يسامح، في حين تيقول بان هذيك مرت باه سلمت عليهم، ولكن من دخلوا جلسوا ما بقاش تجلس معاهم، غير تتسخر، ما عندهاش وجه، ما لقاش وجه هذاك الدري جرات عليه، ما قادش تشوف فيه، غير تتسخر، تيقول لها جلسي، لا لا خليوني نمشيو، لا تتسخر هنا وتسخر هنا. جابوا لهم داكشي اللي جابوهم. وناض ديك النصرانيه قالت لي انا غنهنيكم جوج البنات، جوج بنات يمشيو لبرا، دوك الكبارات غيمشيو لبرا. قال با انا غنعاونك ونبقى نصيفط لك باش تكون مع هاد البنات، وجوج رحنا غنديوهم، ولا اللي غاديهم كاملين دي تمهم، انا بغيت غير هنا وبغيت كذا كذا. با مرض ما عندوش باش يدي الدواء، لقى با في واحد الحاله وخدم ومشى لفرنسا يا ربي، ومشى لفرنسا وفا العهد ديالو ودا جوج ديال دوك الخواتات اللي غيسميو خواتات من بام، خواتاتهم بام داتهم ديك النصرانيه، داتهم وحضناتهم كما تيقولوا، قال لك راه عايشين بخير، ولات جوجات اخرى عايشه بخير، خدامه وبدارها بكل شيء لها. انا قلت لكم هنا تسلسل ديال الجرائم. الجريمه الاولى اللي المراه مسكينه عاقره، ولكن ما شافها لا طبيب واش عاقره ولا لا، ولا غامريضه ولا كذا ولا شي حاجه ولا كذا ولا كذا، وبقى مسكينه ضحيه، وجاب عليها واحده اخرى بلا خاطرها يدخلها عليها، هذه تهي من الجريمه. الحمد لله تعيد هذه الجريمه، ولا دابا القانون ديال باش يتزوج واحده اخرى ولا لها قانون. الجريمه الثانيه مشات تزوج قاصره، هي جريمه، ولد معها مسكينه حملت ماتت. الجريمه الثالثه صيفط الدري مسكين عنده 6 سنين، عاود ما يخليوش خوتو غادي بين الخيريه، راميه في الخيريه. الجريمه الرابعه انه ما بغاش يعطيه حتى الحاله المدنيه ولا عقد الزياده ولا شيء، ونكروه نكرا مبينا. 4 الجرائم كلها مخفيه، جرائم هي جرائم ولكن كلها مخبيه، ولكن جرائم. اليوم هادشي ولا تيطفو ولا تيبان في المغرب، هاد الجرائم قاصره، لا غتتزوج على المراه بقانون، المراه عاقره عند الطبيب، تدخل الدري الخيريه حتى يكون ما يثبت بانه يكون هاد الدري في الخيريه، وكيفاش يكون قانون الخيريه، وكيفاش نديروا الخيريه، كيفاش نديروا الدراري. هادشي هذه دروس خديناها في قصه ديال داك الولد، خدينا دروس قصه ديال داك الوليد، هذاك الوليد الشوق عليه، ولما هو تيحكي هاد القصه هذه وتيسردها بحضور واحد العميد صاحبي، واحد العميد صديق ديالي اللي هو جابو عندي هاد القصه، قلت ليه، قال لي واش مفيده؟ قلت ليه مفيده بزاف سي العميد، هذه مفيده، هذا درس ناخذوه، هذا درس ناخذوه. زواج قاصرات وما يدير، تعدد الزوجات وما يدير، الولاده اللي هي ديك الولاده ديال اللي كما تنقول لك البياضات، البنت الاولى البنت الثانيه البنت الثالثه البنت الرابعه البنت الخامسه، عطيها فوب 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 سلب عليك بحال البيلانتيات، خمسه ديال البنات تقلب على الولد، وكل ولدات 5 الولاد تقلب على البنت، وباقي دابا تتقول لك ولدات 3 البنات ولكن تتقلب على الولد، تتقلب فين تتقلب زعما تتقلب تلقاها في الدوره.